اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا الفطار بتاعنا جميل. عملنا فراخ مقليه، وعملنا محشي ورق عنب. هنغرف معاكم بس الايه الحله كده ونشوف ورق العنب الجميل بتاعنا اهو. اغرفه كله كده في قلب الصينيه بالشكل ده كده حبايبي. اكل بسيط وسهل وما اخدش مننا وقت، وعملنا معاه حاجه حلوه بسيطه هوريها لكم دلوقتي. عملنا معاه رز بلبن عادي وفي الفرن. تمام، احلى حله ورق عنب ممكن تتخيلوها. اهو نجيب دول الناحيه دي كده اهو، وهنحط عليه بقى شويه الايه الفلفل كده حبايبي. انا كنت ايه عشان القوقه الزعقوقه اللي ورايا دي كده، الفلفل كنت عاملاه اهو في حله لوحده. لا خليه كله في حته واحده. ما حاضر، هخليه كله في حته واحده. ايوه جنبها كده حاضر اهو. بس خلاص كفايه كده فلفل كام قرن اهو، بس كده عشان يدي ايه منظر يعني بالشكل الجميل ده. هو انت هتاكلي ده كله؟ مش عارفه. لا اله الا الله. فطارنا النهارده حبايبي زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى بينا نشوف عملنا فطارنا الجامد ده الفظيع السهل البسيط اهو. شيل بس كده. عملنا الفراخ مسلوقه ومتحمره عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده، وعملنا طبعا لسان عصفور، شوربه لسان عصفور. وطبعا انا حاطه الكبده والبتاع لوحديها عشان برضو عندي هنا بيعملوا مشكله ان هي محطوطه في الشوربه، يعني مفيش مشاكل. وعندي العصاير بتاعتنا عامله سوبيا، عامله قمر الدين، وعامله برتقال. وعملنا اللبن رز بلبن، في حطيت عليه مكسرات وفي لا عشان اللي يحب كده ويحب كده برضو. وحطيت الباقي في الفرن زي ما انتوا شايفين. وده كان كده فطارنا النهارده حبايب قلبي، ويا رب يعود عليكم الايام بالف خير. فطار سهل وبسيط وما اخدش مننا وقت وما تعبناش قوي يعني. تمام. واهم حاجه الصينيه بتاعتنا الجباره الجامده دي ورق الايه العنب. اتمنى لو الفيديو عجبكم حبايبي ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم بالف خير.